السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتنا يوميات عادل وسعداء. النهاردة هنكمل بقية جولاتنا بردك في مدينة السويس الباسلة. ده الطريق اللي خدناه واحنا ماشيين. خدنا الميكروباص أو المشروع يعني بيسموه من عند بور توفيق، من عند الشاليهات بور توفيق رايحين بيه السوق. ده الممشى قدام السوق أو المنطقة اللي قدام السوق، قدام الشاليهات واحنا رايحين السوق. السوق لسه ما احنا ما جبناهوش، جبنا بقى سوق السمك وسوق الخضار وكده. لكن ده الطريق نفسه واحنا ماشيين اهو شايفين. ده الطريق واحنا ماشيين. صورته كده على السريع في كافيهات، طبعا ده بالنهار حوالي الساعتين الظهر او واحدة. اماكن جميل جدا زي ما انتم شايفين اهو. دي كافيهات يا جماعة وفنادق صغيرة كده وموتيلات، وفي سينما باين تقريبا. يعني ما نزلتش بصراحة انا، كل ده وانا ماشي صورت كده بسرعة. شوارع جميلة جدا، نظيفة رائعة، فيها تطور حلو. هو السوق اللي انا مصور لكم بتاع السمك ده سوق شعبي شويه. الميكروباص يا جماعه هو بيقف شويه ويركب ناس فانا ايه قاعد كده جنب الباب، بصور. قلت المناظر دي اوريها لكم كده سريع. حتى شجر كده متناسق وجميل، مباني لونها حلو جدا، شوارع نظيفه. دي جزء من مدينه السويس عند بور توفيق اهو. زي ما انتم شايفين البلد هاديه، مفيهاش اي دوشه خالص بصراحه. يعتبر الأهالي كلها أهالي السويس اللي ساكنين، مفيش حد جريب يعني يعتبر. زي ما انتم شايفين كده. شوارع كلها مترتبة، فيها مباني مساكن شعبية جميلة. ده بقى دخلنا كده على بداية الشارع بتاع السوق من بره، اللي هو يعتبر بيسموه تقريبا شارع الأربعين. حسب ما انا عارف شارع الأربعين اللي بيودي لغاية آخر مسجد الأربعين. الميكروباص اللي أنا ركبته ده الباص ده يا جماعة ب 2 جنيه أو ب 175 على صح، 175 قرش أو 2 جنيه. اه بيقف كل شوية ينزل فبفصل وارجع تاني. بس حبيت اوريكم ايه الشارع الأربعين من الشوارع المشهورة جدا في مدينة السويس الباسلة. يعني ده واحنا رايحين بصوا البنك الأهلي المصري. اليوم ده كان يوم تقريبا الجمعة، عشان كده كانت رايقة شوية الشوارع. كان يوم الجمعة، احنا رجعنا السبت. وهوريكم برضك واحنا راجعين ركبت التاكسي وانا راجع، لان صعب اركب ميكروباص بيبقى جاي مليان من الموقف ما بيقفش. فكنا شايلين بقى طبعا سمك وخضار وبتاع، فركبت التاكسي وانا راجع خد مني 20 جنيه. يعني حاجتهم موحدة وكده وجميلة جدا. هي كده دخلنا على المناطق الشعبية شوية ومناطق السوق اهي. زي ما انتم شايفين محلات كتيرة. طبعا المحلات دي قافلة يوم الجمعة، ممكن بعد الظهر ممكن تفتح. شوارع هادية نظيفة. شايفين الجمال. مدينة السويدية وفرع وي بتاع السويس. يعني في كنيسة تقريبا اهو. مرضتش بقى اجيب لكم الدوشة الدوشة بتاعت الطريق والناس وكده واللي طالع واللي نازل. حبيت ان انا اتكلم من بره الفيديو احسن. دوشة العربيات وبرضك بس الحمد لله مفيش زمامير يا جماعة زي القاهرة. الكلاكسات والزمامير دي مش موجودة. شوارع هادية. بص صناديق الزبالة موجودة في شارع الأربعين ده. ده مصر، هنا مصر للتأمين. يعني منطقة حيوية جدا وفيها كافة الخدمات في شارع الأربعين ده. طبعا ما فيش مدارس النهاردة برك. دي مباني قديمة يا جماعة بتاع السويس الأصلية. هنا بقى واحنا راجعين ركبت التاكسي واحنا راجعين بقى على كورنيش عند بورت توفيق. الطريق ده واحنا راجعين بقى قلت اصور لكم كده جميل جدا. كان حوالي الساعة 4 أو 5 تقريبا. بص المنظر جميل جدا. طبعا كان في انتخابات بتاعت الرئيس سيسي، فطبعا كله معلق اليوفط اهو كده ماشيين
هو السواق بقى قاعد بيشرح لي وبيتكلم، بس كان صوت دوشه جامده بقى حوالينا. انا راكب التاكسي اهو. التكوسه بتاعتهم جماعه جميله ورخيصه اه بص، ده بور توفيق هناك اهو، ده البحر يعتبر بحر السويس او خليج السويس. شايفين الجناين دي بقى الاماكن اللي هوريها لكم بالليل في الممشى بتاع بور توفيق. ده الممشى ده بالليل زحمه، شايفين ده؟ دي جناين ماشي، وهناك الممشى هيكمل بقى لغايه ما يوصل لغايه الشاليهات اللي احنا قاعدين فيها. ده وجد الطريق كله اهو. جناين جميله جدا، كل ده مجانا يا جماعه. عشان على فكرة كل الجناين دي مفتوحة مجانا. قدام الكورنيش مجانا، ادي الكافيهات اهي اللي هنوريها لكم بالليل. جميلة طبعا، الجو حر دلوقتي او بالنهار فرايقة، انما بالليل هتلاقي جميلة جدا اهو. مطبات هنا برضك ايه مريحة اهو كده، او مكتوب اهو ممشى اهل السويس. ده ممشى اهل السويس اللي هوريها لكم يا جماعة. آه بالليل روعة في الجمال والهواء والنظافة وال والجو كله رومانسي. مع بص يا جماعة في حاجة في هنا برضه حاجة غريبة، الجربان كتيرة قوي بس ما بتعملش حاجة. ممكن بس لو بتاكل تخطف الأكل. يعني أوريكم قبل كده في الشاليه في الفرندا قاعدين بناكل، جم خطفوا واتلموا علينا ودخلنا كلنا جوه. بقينا نرمي لهم عيش كده عشان ايه يبعدوا عننا. لغايه المغرب ما لقيناهمش، اختفوا. الجربان هناك كتيره بس ما بتأذيش يعني. هي صوتها مزعج شويه، ممكن تكاك كده بتاع لما يتلموا. هم بيحبوا اللمه والاكل، بس جبانات جدا. بس كمنظر جميل جدا زي ما انتم شايفين. الجربان دي بتبقى زي عارفين قبائل كده مع بعضيها، مجموعات. او ده بدايه ده سور الشاليهات، او شاليهات بور توفيق. ده سور الشاليهات نفسها اللي احنا قاعدين فيها. ده مدخل دخول العربيات الجماعه، اللي المدخل الاولاني. مدخل تاني دخول للافراد، في عربيات في جراج جوه العربيات اهو كده. احنا وقفنا